تفضل تفكر فيه، تفضل تدور على الإجابة لحد ما تهتدي. تدعي يا رب ألاقي نفسي، يا رب أجاوب عالسؤال. مهما سرحت بعدت تهت أكيد يا رب ده مش محال. هو احنا بنعيشها صح ولا في شيء ممكن ما يصح؟ هو احنا بنعيشها صح ولا في شيء ممكن ما يصح؟ دور بصبرك واحتمالك، ربنا سندك حماك. اسأل وادور واجتهد علشان يا رب انول رضاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. رمضان جه السنة دي، ونتمنى ان شاء الله ان هو رمضان يكون احسن من كل سنة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم الى الله اقرب، كل سنة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رمضان يغيرنا اكتر واحسن، وكل سنة وربنا ينور طريقنا، اللهم امين. عايزين السنة دي يا جماعة نستغل رمضان، يعني عايزين نستغله استغلال يعني بس مش وحش، استغلال كويس. نستغله ازاي؟ عشان رمضان نستفيد منه اكبر استفادة لازم نطلع بثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول اللي هم ايه؟ اول حاجة ان احنا نحافظ على الحسنات بتاعتنا اللي احنا عملناها طول السنة. تاني حاجة ان احنا نزود الحسنات بتاعتنا في رمضان. تالت حاجة ان احنا نمحو السيئات في رمضان. فالثلاث حاجات دول حاجات مهمة جدا، نطلع ان احنا مستغلين رمضان وفايزين باكبر قدر في رمضان. طيب عشان كده انا حابب ان انتوا تشاركوني النهاردة في موضوع مهم جدا. الموضوع ده هو اهميته مش في الدنيا، هو اهميته في يوم القيامة. هو من اخطر المواضيع في يوم القيامة. ليه؟ لان هو بيحصل عكس الثلاث حاجات اللي احنا قلناها. يعني الثلاث حاجات اللي احنا قلناها بسرعة ان احنا عايزين نزود الحسنات ونحافظ على الحسنات اللي احنا عملناها طول السنة ونمحو السيئات. تخيلوا بقى ان في حاجة بتعمل او حاجة موضوع بيعمل عكس دوت وفي يوم القيامة مش في الدنيا. يعني بمعنى ان هو بيزود السيئات بتاعتك وفي نفس الوقت بيمحو الحسنات وينقصها. فيعني تخيلوا الموضوع خطير ازاي. وفي يوم القيامة اللي احنا محتاجين لحسنة مش يطير حسنات، لا ده بيطير حسنات وبيزود سيئات وسيئات مش بتاعتك. فموضوع طبعا خطير جدا، فلازم تتخيلوا معايا. فعشان نوصل للموضوع ده ونتجنبه عايزكم تتخيلوا معايا ان احنا هنقسم النهارده الحلقه بتاعتنا على 4 مشاهد. تمام؟ المشهد الاولاني هنقول، يعني انا حابب لو الناس حابه تكتب او تفكر عشان ما تنساش، تتخيل معايا ال4 مشاهد ده. المشهد الاولاني في المحكمه، تخيل نفسك وانت في محكمه. المشهد الثاني تخيل نفسك وانت في يوم القيامه وعند الله تجتمع الخصوم بين قوسين. يبقى المشهد الاولاني في المحكمه، المشهد الثاني في يوم القيامه بين قوسين وعند الله تجتمع الخصوم. المشهد الثالث ألد الخصام. والمشهد الرابع العلاج والتوبه من كل المشاكل اللي احنا هنتكلم فيها باذن الله. دلوقتي لو بدانا ان احنا نخش على المشهد الاولاني اللي هو المحكمه، اعتبر كانك في محكمه. متهيألي ما فيش حد فينا في الدنيا ما شافش محكمه في التلفزيون، في فيلم، في مسرحيه، او ممكن يكون حضر المحكمه في الواقع فعلا. المحكمه دي اللي بيحصل فيها ان انت تبقى قاعد في المحكمه ويبقى في ناس عماله تتكلم مع بعض وفي دوشه وبيحصل كلام، ويقول لك ده الكلام ده كله طبعا قبل القاضي ما يخش، ويقول لك انا القضيه دي خسرانه والقضيه دي كسبانه، وتلاقي المحامي في لغط وفي كلام كتير ودوشه. واول ما يجي يخش الحاجب ويقول محكمه وبصوت عالي، تلاقي القاضي دخل وراه. تخيل معايا المشهد، تلاقي القاضي حاجب قال محكمه والقاضي دخل، وابتدى الناس كلها
اللي كانت عمال يتكلم واللي عمال يسمع واللي عمال يعلي صوته كله سكت، كله ابتدى يبرق، كله النفس كله اتقطع زي ما بيقولوا كده، بيقولوا لنا زمان واحنا صغيرين انا عايز ارمي الابره ترن. فبالظبط ده اللي بيحصل وقت ما الحاجب بيقول محكمه والقاضي بيخش، كله قاعد مترقب ومستني، مستني القاضي ده هيحكم في القضيه دي هيقول ايه، مستني القاضي يحكم في القضيه بتاعته، مستني المحكمه تقول كلمتها. فطبعا كله مستني القاضي يقول كلمته، فكله قاعد ساكت وفي صمت. نفس الكلام انا عايزك تنقله للمشهد الاولاني، نروح للمشهد الثاني اللي هو في يوم القيامه. نفس الكلام، ده محكمه الدنيا، المشهد الاولاني ده كان محكمه الدنيا. يوم القيامه دي المحكمه بتاعه الاخره، المحكمه القاضي فيها هو الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا، انا عايزك بس تتخيل، انا قلت المشهد الاولاني عشان نحاول نرسم صوره مصغره ليوم القيامه. يوم القيامه ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الوضع مختلف تماما. هتلاقي الشمس اقتربت من الرؤوس، تلاقي الدنيا حر جدا، درجه الحراره مرتفعه، الناس بتشتكي من الحر واليومين واحنا هنصوم في رمضان والحر ازاي وهنستحمل. لا، انت الشمس هتبقى فوق الرؤوس، فانت الحر اللي موجود دلوقتي ما يجيش 1 على مليون من اللي هيبقى في يوم القيامه. هتلاقي الناس غرقانه من كميه العرق، هتلاقي الزحام شديد، الناس هتتخنق من كتر الزحمه. في كل دوت ومش بس كده، لا ده انت هتلاقي كمان ان الجهنم جاي عليك، ده لوحده منظر مرعب، ده لوحده صوت النار وهي جايه عليك صوتها مرعب. لان ربنا خلق النار في 3000 سنه، 1000 سنه لكي تبيض، و1000 سنه لكي تحمر، و1000 سنه لكي تسود. تخيل خلق النار في 3000 سنه، فطبعا منظرها لوحده مرعب، منظر النار مرعب. وطبعا صوتها وهي عماله بتزمجر وغضب بقى مستنيه الناس بقى اللي ايه هتستقبلها. ربنا يرحمنا ومن النار اجمعين يا رب العالمين. فتخيل معايا المنظر ده. مش كده وبس، هتلاقي كل ده وانت منتظر انت تتحاسب، منتظر وقت الحساب بتاعك. تبتدي انت مستني هتاخد الكتاب بتاعك باليمين ولا هتاخده بالشمال. دي طبعا اهم نقطه في يوم الحساب، ان انت تاخد بيمينك ولا بشمالك. ربنا يجعلنا من اهل اليمين دايما، اللهم امين. فطبعا دي نقطه مهمه جدا، انت قاعد مستني تاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك، كل ده في وسط الحر والشمس والزحام وجهنم اللي جاي عليك. كل دوت الموضوع صعب جدا. بعد ما يخلص الحساب او يخلص الحساب، ربنا هيحاسبك في الحاجات المتعلقه بحقوقه، اللي هي الصلاه والصيام والزكاه والحاجات دي كلها، ربنا هيحاسبك عليها. بعد ما ربنا يخلص الحساب اللي خاص بحقوقه، هيبتدي ينصب موازين المظالم. يعني واحد يسأل يقول ان بعد ما نتحاسب لسه في حاجات تانية هتحصل؟ ايوه، بعد ما تتحاسب في حاجات تانية هتحصل. الحساب ده مش اخر حاجة، الحساب ده خطوة من خطوات في يوم القيامة. بعد ما تتحاسب ربنا هينصب الموازين بتاعة المظالم. ايه موازين المظالم دي؟ يعني ايه موازين المظالم؟ موازين المظالم دي ان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة ربنا ما يظلمهاش. اي حد ليه مظلمة في الدنيا ربنا هيبتدي ينصب الموازين دي كلها، ونشوف ايه مين ليه مظلمة ومين ظلم مين ومين المظلوم. كل ده هيتشاف بعد ما ربنا يحاسب حقوقه الاول، الصلاة والصيام والزكاة والبر والحاجات دي كلها. بعد ما تخلص تتنصب موازين المظالم. طب عشان نفهم يعني ايه موازين المظالم، قصة صغيرة كده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة مع الصحابي ابي ذر، وكانوا ماشيين فلقيوا شاتين تتناطحان بيتخانقوا، معزتين بيتخانقوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما تتناطحان؟ على الشتان، قصده على الشتان، بيتناطحوا في ايه؟ بيتخانقوا في ايه؟ عمالين يضربوا رؤوسهم في رؤوس بعض ليه؟ قال أبا ذر: لا أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. تخيل ان ربنا عارف حقوق الحيوانات وهيقضي بين الشاتين دول يوم القيامة. لا ومش كده وبس، في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو متعلق بالموضوع بتاع الشاتين، قال ايه ابي هريرة: لتؤدون الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماة من الشاة الجلحاء، اللي هي اللي بقرون. يعني ايه الحديث ده؟ يعني الحديث ده بيقول ان ربنا يوم القيامة
مش هياخد حق الشاتين او هيقضي بين الشاتين وبس، لا ده كمان هيوصل ان في كان شاة منهم بقرون وشاة من غير قرون. تخيل ان ربنا هيبدي الشاة اللي من غير قرون على الشاة اللي هي الشاة من غير قرون على الشاة اللي بقرون، هياخد حقها الاول لان هي كانت من غير قرون فكانت اضعف، فهيشوف المظلمة بتاعتها الاول. تخيل ربنا يعني عادل ازاي، لدرجة ان هو بيقضي بين البهائم والحيوانات، مش البني ادمين، لا البهائم والحيوانات، وبيقارن بين اللي كانت بقرون واللي من غير قرون. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم والظلم الشديد. ليه؟ لان هو ليه عواقب كتير مش كويسة في يوم القيامة. والحديث اللي هقوله دلوقتي ده حديث مهم جدا، انا عايز الناس بس تفهمه ولو قدرت تكتبه وتحفظه، لان هو اهم حديث هيقابلك في يوم القيامة. انا شايف ان هو اهم حديث هيقابلك في يوم القيامة. الحديث ده انا بقول عليه حديث المفلس، او الرسول عليه السلام كان قاعد مع الصحابة فبيقول لهم أتدرون من المفلس؟ فالصحابة ردوا قالوا المفلس منا من لا دين من لا درهم له ولا متاع. يعني الرسول سأل يعني مين تعرف مين المفلس؟ بيسأل الصحابة مين المفلس؟ فقالوا له اللي معوش فلوس واللي معوش لبس، هو ده المفلس يا رسول الله اللي احنا نعرفه عليه الصلاة والسلام. فرد صلى الله عليه وسلم قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنه ظالم. يا نهار ابيض، يعني بيقول لك بيجي يوم القيامة بيبقى مصلي كل الفروض وصايم رمضان كله ومزكي كل الزكاة اللي عنده وكمان وعامل بر وإحسان وصدقة، وفي الآخر يكون ظالم. طب وإيه قصة يبقى ظالم؟ بيحصل إيه؟ يقول لك ولكنه ظالم ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا. تخيل كل ده بيحصل، وفي الآخر إيه اللي بيحصل؟ فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني كل الناس اللي ظلمهم واللي شتمهم واللي اغتابهم واللي جاب في سيرتهم واللي ابتدى يتكلم عنهم كلام مش كويس، وكل الناس اللي ظلمهم بأي شكل من أنواع الظلم هيبتدي يدي الناس المظلومة تاخد من حسناته شوية وده ياخد من حسناته شوية، كل واحد على حسب الظلم اللي اتظلمه. ظالم ومظلوم. الظالم لو سمع اللي نصحه في يوم كان تاب لكنه تاه وسط ظلمه. المظلوم لو فهم في يوم ان اللي بيتمادى في غلطه يمهل ما بيهملش، عمره ما كان شال ذنب كرهه لحد ظلم. كل اللي شال في قلبه شيء يتحاسب عليه، كل اللي استحمل قوة شيء يتجازى عليه. الكل في الدنيا ميزانه بقيله للآخرة. ظالم ومظلوم، الكل ناسي ان احنا هنقابل ربنا. فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه يبتدي ياخد من سيئات الناس التانية. تخيل الموضوع بيوصل فين، يعني مش الحسنات بتاعته بتخلص من كتر ما بيوزعها على الناس اللي ظلمهم، ويبتدي كمان لسه ما خلصش، لسه ما قضاش اللي عليه، لسه في حاجات عليه، لسه في ناس ظلماه، يبتدي ياخد من سيئات الناس اللي ظلمهم، يبتدي يطرح من الناس اللي ظلمهم سيئات وتيجي عليه. فالرسول عليه السلام بيقول فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم في الدنيا ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. الرسول هو اللي قال كده، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فطبعا هو واحد هيبقى الصحيفة بتاعته كلها سيئات، مفيش حسنة واحدة، فطبيعي ان هو يطرح في النار. ربنا يرحمنا ويحرم وجوهنا عن النار جميعا. فدي حاجة يعني انا شايف ان الحديث ده هو من الاحاديث اللي هي مهمة جدا على قد ما نقدر نحفظها، واي حد شايفينه بيظلم وبيتعامل مع ناس مش كويس يبلغوا الحديث ده، لو هو بيحبه وخايف عليه يبلغوا الحديث ده، لان هو حديث مهم جدا من اهم احاديث اللي هتقابلها في يوم القيامة. طب احنا عايزين نحط صورة للظالم يوم القيامة. الظالم ده بيبقى عامل ازاي يوم القيامة؟ صورة الظالم يوم القيامة بتلاقيه حافي وعاري وفي ذل وفي انكسار، وتلاقيه تحس ان قلبه هيتخلع من جوه صدره، يعني من يقول لك قلبه يخلع من جوفه، يعني من كتر الخوف اللي هو فيه والذل والانكسار
رعب، عايش في حاله رعب. وكمان مش كده بس، هتلاقي كل خصومه اللي في الدنيا حواليه، كل خصومه بيحيطوا بيه من كل اتجاه. ده اللي شتمه، واللي مش عارف، واللي ضربه، واللي سفك الدماء، واللي مش عارف عمل ايه. كل الخصوم اللي كانوا ظلمهم في الدنيا هتلاقيه من حواليه. ده هيجي يقول يا رب ده شتمني، يا رب ده ضربني، يا رب ده اغتابني، يا رب ده جاب في سيرتي، يا رب ده غشني. كل اي نوع من انواع الظلم، لدرجه ان هيجي واحد يقول يا رب ده كان ممكن يدافع عني وما دافعش عني، ما دافعش عني في غيبتي. يعني الظلم، كل انواع الظلم، هيجي الناس كلها تقف حواليك وتحيطك وتشتكيك. المره دي هتطلب بحقها، مش في الدنيا، هتطلب بحقها قدام ربنا. خلي بالك قدام ربنا اللي ما بيضيعش حق حد خالص. وهي دي النقطة اللي بنقول وعند الله تجتمع الخصوم. تجتمع الخصوم، هو ده المشهد الثاني. كل الخصوم هتجتمع حواليك يوم القيامة وتاخد حقها. اللي معرفش ياخد حقه في الدنيا، ربنا هيخليه ياخد حقه في الآخرة. فخلي بالك من الموضوع ده. طيب بعد ما الناس كلها تجتمع حوالين الظالم ده، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الظالم ده يبتدي بقى يروح لصاحبته، يشوف شكلها عامل ازاي، يروح ناحية الصحيفة بتاعته فيلاقيها مليانة سيئات وخالية تماما من الحسنات. يقعد يصرخ ويقول فين حسناتي، فين صلاتي، فين زكاتي، فين صيامي، انا صمت رمضان كله وما لاقيش ولا حسنة. يقعد يصرخ ويزعق ويهاتي، ومحدش طبعا، كل واحد في يوم القيامة، كل واحد في الصحيفة بتاعته، محدش مشغول في صحيفة التاني، كله عمال يصرخ ولا حد سمعه. فين صلاتي، فين زكاتي، فين بري، فين إحساني، فين كل ده؟ فيقال له، تلاقي ربنا بيرد عليه، يقال له أخذت إلى صحائف خصومك الذين ظلمتهم في الدنيا. كل الحسنات اللي أنا عملتها ناس تانية جت خدتها من غير ما تتعب. أنا مجرد بس إن أنا ظلمتها جت خدت كل الحسنات اللي أنا عملتها. مش كده وبس، ده يدور في الصحيفة بتاعته يلاقي سيئات كتير هو ما عملهاش. سيئة تلاقي سرقة وهو ما سرقش، عمره ما سرق في حياته. عمل مثلا كبيرة من الكبائر وهو عمره ما عمل كبيرة من الكبائر. يقول ايه ده، تلاقيه بيصرخ تاني ويقول انا ما عملتش حاجات دي، ده حاجات دي كلها مش ده. هتلاقي برضو يترد عليه ويقال له مرة تانية انها سيئات خصومك اللي انت ظلمتهم في الدنيا. يعني ياخد سيئات الناس اللي انت ظلمتها، تاخد سيئات الناس اللي انت ظلمتها في الدنيا وهم ياخدوا الحسنات بتاعتك. يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اخر الحديث، اللي هو الحديث المفلس اللي انا قلت عليه، اللي هو نحاول نحفظه، يطرح في النار. تخيل انت الصحيفة بتاعتك كلها سيئات ما فيهاش ولا حسنة واحدة، فهتطرح في النار. الموضوع خلصان، يعني حسابك سهل جدا. سيئات قد كده وحسنات ما فيش خالص، في النار على طول. عشان كده ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الابصار. يعني اللي ربنا مديله ممهله في الدنيا، الظالم دايما ربنا بيمهله. زي ما ربنا دايما بنقول دايما يمهل ولا يهمل. عشان كده الآية دي لما نزلت ان ربنا مش بينسى حق حد، لا ده هو سايب الظالم وعارف هو بيعمل ايه، وبس سايبه للآخرة وعارف ايه اللي هيحصل فيه. ده المشهد الثاني، هو مشهد طويل شوية لان هو اهم مشهد عندنا. المشهد الاولاني المحكمة، والمشهد الثاني في يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم كلها تجتمع عند الله. بيقولك ان الخلق قبل ما يسألوا كانوا هما والجماد واحد، وان السؤال غلب المحال اول ما طلت اجوبة. بيقولك ان الحاجة تبقى متعبة لو فاتتك ما فهمتهاش. الدنيا سيرة بالمسيرة بخطوتك، ازاي هتمشيها ضرير وعينيك سليمة وطيبة؟ ازاي هتخنق اسئلة انهار بتجري لاصلها؟ اصل الحاجات واحد، الفطرة تخلق اسئلة والفطرة من الواحد. في ناس بتخنق اي حاجة بتقابلها لو مفهمتهاش، وفي ناس ما بتشوفش الحاجات في السكة او يمكن طناش، وفيه اللي يمسك كل شيء قبله ويتعرف عليه. ليه انت جيت؟ ليه ده ما جاش؟
اثبت وجودك بالسؤال، واثبت لي ان عينيك تشوف من رغبتك في المعرفة، واثبت وصولك للهدف بالأجوبة، واثبت إيمانك كل مرة بتكتشف فيها الحياة